السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الثالث الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. حبايب قلبي أهلا بيكم في حل أسئلة الدرس الثاني عندنا في الجغرافيا، درس بعنوان الرعي والثروة الحيوانية والسمكية. ولكن قبل ما أحل أي سؤال أنت أكيد عارف هتعمل إيه. بعد إذنك حضر ملزمتك اللي هي بنك الحظ 2، بعد إذنك حضر ورقة وقلم، كوباية شاي حلوة كده أو كوباية قهوة أو كوباية نسكافيه عشان تركز كده معايا. سمي الله، يلا بينا. الدرس الثاني معايا يا جماعه في الجغرافيا بعنوان الرعي والثروه الحيوانيه والسمكيه في العالم. يلا نشوف كده اسئله الدرس الثاني عامله ازاي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول هو عباره عن اختر الاجابه الصحيحه. واحد، يوجد الرعي البدائي في شمال قاره نقط استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبيه ولا انتاركتيكا؟ طبعا يا جماعه تبقى قاره افريقيا. طب تمام. 2، تختفي المراعي المناسبة لحيوان الرنة في قارتي نقط ونقط. شوف كده هتلاقي ان القارتين اللي ما فيهمش حيوان الرنة فعلا هم استراليا وقارة افريقيا. 3، يسود الرعي التجاري في دولة نقط بأمريكا الجنوبية. طبعا انت متعود على الارجنتين، ولكن انا في الشرح وقفت في المنطقة دي بالظبط كده وقلت لك اكتب جنبها كمان البرازيل لو تفتكر. شفت بقى؟ فهتبقى ايه؟ هتبقى البرازيل. السؤال ده جه في امتحان اسكندريه 2015، وطبعا الطلاب قعدوا يبصوا على بعضهم كده، ايه ده هنحلها ازاي؟ طب احنا عرفناها منين البرازيل؟ جبناها استنتاج من الخريطه. فبعد اذنك اي حاجه اقول لك اكتبها كده اكتبها كده زودها كده، اسمع كلامي. طيب 4، توجد علاقه بين عدد القائمين على حرفه الرعي البدائي في قاره اسيا ونقط. يعني 2، زراعة وتجارة، تعدين وصيد، صناعة وتجارة ولا تعليم والبترول؟ أيوة التعليم والبترول. طيب 5، المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية سكان العالم هتبقى طبعا الأبقار. 6، تعد نقط من أكبر الدول في تربية الأبقار، بتربي البقر ما تذبحوش. هتبقى إيه يا جماعة؟ هتبقى طبعا الهند. طب لو قال لي أكبر القارات أكيد آسيا. طيب 7، تحتل قارة نقط المركز الثاني في تربية الأبقار، هتبقى أمريكا الجنوبية. هي المركز الأول آسيا، الثاني أمريكا الجنوبية. 8، ترتبط تربية نقط بالمراعي التجارية الواسعة، بتحب تجري كده وكده، هتبقى إيه؟ تبقى الأغنام، خرفان. طيب 9، تعد الصين من أكبر الدول في تربية لنقط. يعني الصين من أكبر الدول اللي بتربي إيه؟ الأبقار ولا الأغنام، الماعز ولا الإبل؟ طبعا يا جماعة تبقى الأغنام. طيب تمام. 10، تحتل دولة نقط المركز الثاني عالميا في تربية الدواجن. هنا لما قلت لك خلي بالك مش الأول الثاني، هي الأول الولايات المتحدة الأمريكية، أما الثاني بقى عندنا هتبقى الصين. قلت لك إن أكتر حاجة بتيجي المركز الثاني مش المركز الأول. طيب 11، يأتي حوالي نصف إنتاج الأسماك في العالم من نقط مياه مالحة، أنهار، مزارع سمكية. طبعا أنت عارف إن هي تبقى المياه المالحة نص الإنتاج، أما تلت الإنتاج هيبقى من المزارع، هنا عايز نصف الإنتاج. 12، تحتل دولة نقط المركز الأول عالميا في إنتاج اللحوم الحمراء والأسماك. إنتاج لحوم وأسماك هتبقى الصين يا باشا مش الهند. الهند تربي البقرة عشان تعبدها أما ما يذبحهاش. 13، توجد أولى دول العالم إنتاجا للدواجن بقارة نقط. قارة إيه؟ طبعا يا جماعة أمريكا الشمالية، لدولة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، موجودة فين؟ في قارة أمريكا الشمالية. طيب 4، توجد أولى دول العالم إنتاجا للدواجن في الركن نقط من العالم. الركن إيه؟ طيب هي أولى الدول دي اللي احنا قلناها من شوية الولايات المتحدة الأمريكية، موجودة في الشمال الشرقي ولا الشمال الغربي ولا جنوب شرقي ولا هتبقى موجودة في الشمال الغربي؟ طيب تعال نشوف نوع جديد من الأسئلة وهو صح أم خطأ. يسود يعني ينتشر الرعي البدائي في منطقة البراري بقارة أمريكا الشمالية. بدائي وبراري طبعا لا، مفروض دي تبقى خطأ، نقول الرعي التجاري. 2، تعد قارة أوروبا أكبر قارات العالم في تربية الأبقار.
قاره اوروبا اولى القارات؟ طبعا يا جماعه خطا. اوروبا خطا، هتبقى قاره اسيا. 3. تعد مصر من اكبر الدول المنتجه للالبان؟ لا، هي مصر بتنتج 6 مليون طن، ولكن مش هي اكبر الدول يا جماعه. امال ايه اكبر الدول؟ قلنا الهند، بيشرب البركه بتاعت الاله بتاعه. 4. تشتهر استراليا باجود انواع الصوف في العالم؟ ايوه يا جماعه، لان هي عندها اصواف او عندها اغنام اسمها اغنام المارينو، المشهوره بغزاره الصوف. طيب رقم 5. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دول العالم إنتاجا للأسماك؟ طبعا خطأ، لأن مش هي دي. أمال إيه بقى؟ هتبقى الصين. طيب 6. تعد إندونيسيا من أهم الدول المنتجة للأسماك؟ هنا ما قالكش بقى أولى، هنا قال لك من أهم. من أهم يبقى صح تمام زي الفل 100 100. من أهم تمام، لكن من أكبر طبعا لا. اكبر عارفين ان هي الصين. 7. تعد الصين والنرويج وتايلاند من اهم؟ شفت بقى قال لك من اهم، طبعا يا جماعه ايوه من اهم. طيب يتم صيد الحيتان من البحار الاستفاده من لحومها وشحومها؟ لا لا يا مستر، صح، الحيتان بنجيبها عشان اللحوم وشحومها، ولكن انت ما خدتش بالك من الحته الصغننه دي، البحار. طبعا لا. برضه محافظة الإسكندرية هي اللي كانت مشهورة بالحوار ده في 2000 أعتقد و18. السؤال ده جه كده، ومعظم الطلاب اللي ما كانوش مركزين قوي أو مش عارفين إن الفخ ممكن يبقى في البحار قال لك صح، ولكن يا جماعة لا، هي مش في البحار. حسب المنهج بتاعنا مفروض إن هي بنجيب الحيتان من المحيطات، طبعا دي هتبقى خطأ. اكتب المصطلح الجغرافي الدال على كل عباره. 1. راعي يمارسه سكان المناطق الصحراويه، واكيد مش هكمل لانك انت عرفت ان هو الراعي البدائي. طيب 2. راعي يمارس في مناطق حشائش الاستبس والسافانا بقارات العالم، معتمد على الاساليب العلميه الحديثه. انت اكيد عرفت ان هو الراعي التجاري. طيب 3. تعد المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية سكان العالم؟ طبعا دي الأبقار. طيب 4. منتج حيواني تعد الهند أكبر دول العالم إنتاجا له؟ منتج حيواني مش اللحوم، لا، أمال إيه؟ الألبان. الألبان الألبان. إيه ده؟ الألبان إزاي؟ يعني اللبن؟ معلش بس ثواني، ده الهند. ايوه الهند يا باشا، قلت لك الهنود هم او الهند هي الدول المنتجه للابقار، لكن ما تذبحهاش، مش لحوم. امال ليه البان؟ هو يشرب البركه بتاعت الاله بتاعه، لكن ما يذبحوش يعني. يبقى ايه؟ الالبان. طيب تعالى نشوف قدامك خريطه. مطلوب منك يا باشا 6 حاجات. 1. اولى قارات في تربيه الابقار فين يا باشا القارات؟ تبقى اسيا طبعا يا جماعه. 2. تاني قارات العالم في تربيه الابقار هتبقى اكيد امريكا الجنوبيه، صح؟ امريكا جنوبيه، انت اكتبها الجنوبيه. 3. اولى الدول في انتاج اللحوم الحمراء والاسماك وتربيه الاغنام. رقم 3 فين؟ 3 يا باشا، اولى الدول دي على طول هتبقى الصين. 4. أولى دول العالم في إنتاج الألبان وتربية الأبقار. فين 4؟ الهند. 5. أولى دول العالم في إنتاج الصوف. أنت أكيد عارف إن هي أستراليا، بس نقولها برضو نشوفها في الخريطة أهي، أستراليا. طيب 6. أولى دول في تربية الدواجن يا جماعة، أنت أكيد عارف إن هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية. تبقى أنت بقى عندك الأمريكية، أنا ما عنديش مساحة هنا. تمام، ادي يا باشا الخريطه خلصناها. تعال نشوف نوع جديد من الاسئله وهو بما تفسر. هنحله شفوي مع بعض علشان الكتابه تاخد منا وقت كتير جدا. السؤال الاول بيقول لك بما تفسر انخفاض او تناقص يعني عدد القائمين والعاملين بحرفه الرعي البدائي بقاره اسيا. هنا عايز الاثنين، عايز اللي هو شبه الجزيره العربيه وعايز دول وسط اسيا. يعني خلي بالك اوعى تقع في الفخ ده تكتب اجابه واحده. هنا عايز اسيا. اسيا فيها حاجتين، شبه الجزيره العربيه وكمان عندنا دول وسط اسيا.
هنقول ايه بقى؟ قل عدد العاملين في حرفه الرعي في شبه الجزيره العربيه بسبب توطين البدو لتدفق البترول. وتكتب كمان وقل عدد العاملين في دول وسط اسيا بحرفه طبعا الرعي بسبب ايه؟ بسبب انتشار التعليم وتحولوا من الرعي الى الزراعه والصناعه والخدمات. طيب 2 يسود الرعي التجاري في الولايات المتحده الامريكيه والارجنتين واستراليا، ليه؟ بسبب توافر الحشائش او المزارع يعني. 3 أهمية الثروة الحيوانية، هو الحيوانات دي مهمة ليه بقى؟ لأنها مصدر رئيسي للحوم الحمراء والألبان والصوف والجلود وغيرها. طيب رقم 4 أهمية الأبقار في العالم، لأنها المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية سكان العالم. 5 أهمية تربية الأغنام، الأغنام دي مهمة ليه بقى؟ للاستفادة من لحومها وصوفها. 3 تحتل الصين والهند واستراليا المركز الاول في تربيه الاغنام بسبب توافر الحشائش، بس بسبب ايه؟ توافر الحشائش. 7 الاهميه الاقتصاديه للاصواف والجلود، هنا عايز منك حاجتين، عايز منك الصوف والجلود. الصوف يدخل في الصناعات مثل المنسوجات الصوفيه، والجلود في صناعات مثل المنتجات الجلديه يعني اللي هو الجلود. 8 تعتبر استراليا أولى دول العالم في إنتاج الصوف بسبب يوجد بها أغنام المارينو الشهيرة أو المشهورة بغزارة الصوف، بسبب أن يوجد بها أغنام المارينو الشهيرة بإيه؟ بغزارة الصوف. طيب 9 زيادة معدل الاستهلاك العالمي للحوم الحمراء بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، بسبب ارتفاع مستوى المعيشة. 10 لا يكفي انتاج الالبان في مصر، مصر يا جماعه بتنتج 6 مليون طن من الالبان سنويا ولكن مش بيكفينا. او ممكن اجيب لك بصيغه اخرى واقول لك بما تفسر استيراد مصر الالبان من الخارج، ليه بقى؟ بسبب زياده عدد السكان وزياده الاستهلاك. زياده ايه؟ عدد السكان وزياده الاستهلاك. 11 اهميه تربيه الدواجن في العالم، يتم الاستفاده من لحومها وبيضها، لحومها والبيض بتاعها. 12 أهمية الأسماك في العالم، يعتبر مصدر رئيسي لغذاء معظم شعوب العالم. 13 انتشار حرفة صيد الأسماك على سواحل القارات في العالم بسبب توافر يا جماعة العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. طيب 14 الأهمية الاقتصادية لمزارع الأسماك في العالم، ينتج من مزارع الأسماك ثلثي أو تلت الإنتاج العالمي. عندنا نص الانتاج بيجي منين؟ بيجي من المياه المالحه، بحار ومحيطات. تلت الانتاج بيجي من الايه؟ من المزارع، ينتج منها او يتم استخراج منها تلت الانتاج العالمي للاسماك. 15 تحتل الصين المركز الاول عالميا في انتاج الاسماك بسبب توافر مصائدها على البحار والمحيطات والمحيط الهادي يعني والهندي، وكمان توافر وسائل الحديثه للصيد الاسماك. تعد اندونيسيا والولايات المتحده الامريكيه من الدول الرئيسيه المنتجه للاسماك بسبب توافر مصائدها برضو المطله، او بسبب طول السواحل المطله على البحار والمحيطات وتقدم وسائل الصيد بها. طيب قيام بعض الدول بصيد الحيتان، ليه بقى؟ للاستفاده من لحومها وشحومها. استفاده من ايه؟ لحومها وشحومها. حبيب قلبي عندي هنا باكد لك، ويا ريت انت دلوقتي معاك ورقه فاضيه وقلم، صح؟ اكتب الكلام ده، اكتب. لاحظ ان الحيتان يتم صيدها من المحيطات وفقا للمنهج بتاعنا يا جماعه. وفقا ما تقولش بقى اصل شافوا حوت في البحر مش عارف الاحمر والبحر، انا بالله عليك انا بمشي بالمنهج بتاعي. عايز تقفل الدراسات زي الترم الاول اسمع كلامي بعد اذنك. طيب تعال نشوف سؤال جديد وهو ما النتائج المترتبه على 1 تدفق البترول في شبه الجزيره العربيه بالنسبه لحرفه الرعي ادى الى ايه؟ ادى الى قل عدد العاملين في مجال الرعي او بحرفه الرعي. 2 توافر الحشائش في قاره استراليا، في عندنا حشائش كتير في قاره استراليا، ادى لايه بقى؟ ادى الى توافر نوع الرعي التجاري، ادى لتوافر ايه؟ حرفه الرعي التجاري. تمام. 3 تربيه اغنام المارينو في استراليا ادى الى اشتهارها او تميزها بالصوف، ادى لتميزها بايه؟ بالصوف من الاغنام.
4. وقوع الصين على المحيط الهادي ووجود الأنهار والبحيرات ومزارع تربية الأسماك أدى إلى أصبحت الصين هي من أولى الدول المنتجة والمصدرة للأسماك. أصبحت الصين من أولى الدول المنتجة والمصدرة للأسماك. سؤال بعد كده قارن ودلل وما له علاقه والحاجات دي كلها انا سايبها لك انت يا باشا واجب. هتحل الكلام ده كله في الملزمه او في ورقه خارجيه وتصور اجاباتك وتحط لي الصور دي على جروب الفيسبوك بتاعنا اللي اسمه مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه، وانا هرد عليك كالعاده في كومنت او في بوست منفصل بحل معاك الحاجات اللي هي وقفت قدامك. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.